أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني وعشاقي وأصدقائي على الفيسبوك، لكم مني كل التحية والتقدير والاحترام. أنا بنزل الفيديو ده خصيصا لطاقم تحكيم بني سويف النهاردة، الكابتن علي عوض حكم الساحة، الكابتن شعبان عبد الرحيم، الكابتن أحمد خلف أبو الخير، طاقم تحكيم بني سويف اللي أدار النهاردة لقاء نادي أخميم ومكة المكرمة اللي انتهى بنتيجة 4-0. بصراحة كل التقدير للجنة الحكام على اختيارها النهاردة لطاقم التحكيم بقيادة النجم علي عوض. كابتن علي يمكن مع حفظ اللقب من الحكام المميزين الواعدين، ان هو كان في كل كرة يعني موجودة، متواجد معاها فيها. بصراحة النهاردة طاقم تحكيم ممتاز. كابتن علي عوض ثاني وثالث ورابع، لك كل التحية والتقدير على أدائك المميز، على وقوفك بالقرب من الالتحامات. يمكن في ضربة جزاء لأخميم، وكان في شك ان في ضربة جزاء لمكة، ولكن بالشرح التفصيلي بعد اللقاء شرح ان اللاعب ايده ضربت في صدر المهاجم دخل على المدافع ان هو عايز يخلي المدافع يعمل فاول، ولكن كابتن علي عوض حكم بني سويف الراجل المحترم كان متواجد. انا نزلت الفيديو ده علشان اقول للجنة الحكام يا ريت يكون تحكيم في المجموعة الثانية يا جماعة، المجموعة الثانية مقرها منطقة سوهاج لكرة القدم، اللي هي تحت 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 إطالة الاتحاد المصري، منطقة سوهاج لكرة القدم. كان النهارده بصراحة ممتاز، تحكيم ممتاز، لقاء جميل جدا. يمكن الناس فيه هتقول لك لا ده ما حسبش ضربة جزاء، لا ده ما حسبش، لا بأمانة كابتن علي ربنا يوفقك. وده يمكن الفيديو ده للجنة الحكام الرئاسية بالقاهرة بالاتحاد المصري لكرة القدم. خير ما فعلتم انكم انتوا جبتوا طاقم تحكيم من بني سويف بقيادة كابتن علي عوض، كابتن شعبان عبد الرحيم، كابتن احمد خلف. ان النهارده كانوا مساعدين ليه، كانوا على درايه كامله، وكان في تفاهم بينهم وبين بعضهم. كان بالاشاره بالعين في ضربات الجزاء، في الاوتات، في الفاولات اللي هي على الخطوط اللي هي متقاربه للمساعدين. شكرا لطاقم التحكيم، شكرا لمنطقه بني سويف على تخريجها دفعه قويه جدا من التحكيم المصري من الشباب. ربنا يوفقك كابتن علي انت وطاقم التحكيم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.